أهلا بيكم سنة ستة ابتدائي، ومعانا النهاردة الدرس الأول في الدراسات الاجتماعية بعنوان موقع مصر الجغرافي. احنا عندنا موقع مصر الجغرافي بيتقسم لدول. عندنا 22 دولة، والدول دي مساحتها 13 مليون كيلومتر مربع. تمام. عندنا أفريقيا وآسيا، ودول الدول اللي بينقسم فيها عدد الدول العربية. واحنا عندنا قارات العالم القديم اللي هي أفريقيا وآسيا وأوروبا، لكن عندنا الدول العربية بتقع في أفريقيا وآسيا. بتقع 10 دول في أفريقيا ومساحتها 72%. آسيا بتقع فيها 12 دولة مساحتها 28%. هتقولي طب ازاي هنا 12 وهنا 10 مع ان افريقيا 72 واخدة عدد اقل، واسيا 12 دولة وعددها صغير؟ اقول لك انا بقى هنا ليه. لان افريقيا مساحتها كبيرة، فهي واخدة على قدر الامكان الدول اللي مساحتها كبيرة اللي هي 10 دول، وهنعرفهم دلوقتي. اسيا بقى عدد الدول بتاعها كبير وعدد دولها صغير، يعني مثلا زي فلسطين، لبنان، قطر كده. دي عدد مساحتها قليلة صغيرة شوية، فهي ضم عدد أكبر من الدول ومساحتها 28%. وعندنا 13 مليون كيلومتر مربع مساحة اسمه ايه ده 22 دولة كلها. وكمان عندنا أكبر دول الوطن العربي هي الجزائر. الجزائر دي معروفة ان هي أكبر دولة. طب أصغر دولة في الوطن العربي بقى فين؟ موجودة جنب العراق بشوية، وموجودة عندكم على الخريطة، ممكن تكبر الصورة وتشوف. أصغر بقى دولة هي ايه؟ هي البحرين. تمام. تعالوا بقى بينا نقول الدول الجناح العربي الأفريقي والدول الجناح العربي الآسيوي. زي ما احنا قلنا ان الأفريقي 10 والآسيوي 12. تمام. الدول الأفريقية هي مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، جزر القمر. محتاجين نعرف كل واحدة على الخريطة فين. عندنا مصر هنا، وليبيا، الجزائر اهي، موريتانيا. انا مش بعلم يعني، بس هي موجودة عندكم على الشاشة باينة، فانا مش معلم. تمام، بس انا بقولها لكم لازم تشوفوها بالعين عشان تعرفوا المكان. مثلا ما يقولك مثلا البحرين بتقع فين، تقول له تقع على جنب العراق، يعني تحدد له مكانها على الخريطة لو طلب. ويسألك برضه أسئلة كتير. دي بالنسبة لدول الجناح الأفريقي. دول الجناح الآسيوي بقى اللي هم عددهم 12 دولة هي ايه بقى؟ فلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، العراق، الكويت، قطر، البحرين، السعودية، الإمارات، اليمن، عمان. تمام. هنا عندنا في الحاجات دي كلها دول اللي هي معروفة زي فلسطين ولبنان وسوريا، فانت برضو محتاج تحفظ اساميها على الخريطة وتعرف مكانها. وبرضو محتاج تعرف تفرق، مثلا لما اجي اقولك هي مصر دي بتقع في الدول الجناح الافريقي ولا الاسيوي، تقولي طبعا الافريقي. طب مثلا الامارات جناح افريقي ولا اسيوي؟ تقولي اسيوي. فمحتاج تعرف ده اسيوي ولا ده افريقي. تمام. تمام. ده كده كانت بالنسبة لنا الجزئية الأولى. عندنا بقى ايه الجزئية التانية؟ الجزئية التانية بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الخريطة. الخريطة دي اللي هي بيبقى فيها ايه مثلا يعني، او موجود عليها ايه؟ هقولك دلوقتي الخريطة دي بيبقى موجود عليها ايه. يعني مثلا يجيب لك ايه يقولك الشمال، عندنا الشمال البحر المتوسط فين؟ عندنا في الحتة اللي هي الأولى دي البحر المتوسط فين؟ مثلا ايه عندنا ايه تاني في البحر المتوسط؟ عندنا جبال طوروس. وعندنا بقى ايه في الجنوب؟ المحيط الهندي والبحر العربي والصحراء الكبرى، ده في الجنوب. محتاج برضو تعرف اماكنهم على الخريطة. شمال جبال طوروس والبحر المتوسط. عندنا في الشمال ايه؟ حاجتين بس. في الجنوب بقى عندنا 3 حاجات. الجنوب ده اللي هو تحت،
يبقى فوق تحت، فوق 2 الجنوب 3، فوق 2 الجنوب 3. الجنوب عندنا ايه بقى؟ عندنا المحيط الهندي، البحر العربي، الصحراء الكبرى. وبرده زي ما بقولك لازم تعرف اماكنه مع خريطة. الصحراء الكبرى موجودة اهي عندك، المحيط الهندي كده في الجنوب تحت شوية، البحر العربي موجود هنا في الحتة اللي فيها مية دي عشان هو بحر اكيد. عندنا بقى في الشرق 3 حاجات برضو، الخليج العربي بقى مش البحر العربي. عندنا في الشرق الخليج، في الجنوب البحر، لكن الاتنين نفس الاسم بس هنا ده بحر وده هنا خليج. تمام. عندنا الخليج العربي، خليج عمان جنبه جبال زاكروس، جبال زاكروس في الشرق، جبال طولوس في الشمال. يبقى شمال 2 جنوب 3 شرق 3. فوق 2 تحت 3 شرق 3. يبقى احفظوهم. الشرق عنده ايه؟ خليج عربي وخليج عمان وجبال زاكروس. طب في الغرب دي اللي هتحفظوها بسرعة جدا هي المحيط الأطلنطي. المحيط الأطلنطي ده في الغرب في الناحية دي اللي جنب موريتانيا بس في المية بقى. دي عندنا المحيطات عندنا وكل حاجة لازم نعرفها، ولازم تعرف أماكنهم فين وأسمائهم عشان هيجيلك في الامتحان يقولك مثلا يقع الخليج العربي فين، نقط الشرق ولا الجنوب ولا الغرب، تقوله الشرق. لخبطتك انا على فكرة، بقولك الجنوب ده البحر لكن انا طالب منك الخليج فتقولي الشرق. ده كان بالنسبة عندنا للخليج والحاجات دي طبعا اللي احنا لسه عارفينها دلوقتي. هناخد ايه تاني يا مستر؟ انا هقولك دلوقتي هناخد ايه تاني. اللي هناخده كالآتي، ثانية خليكم معايا بظبط حاجة بس. عندنا أهمية موقع الوطن العربي، معلش بس كنت بجيب الصور وبظبطها. عندنا أهمية موقع الوطن العربي ليه أهمية اقتصادية، أهمية دينية، أهمية حضارية وثقافية. الاقتصادية بتقع على بحار ذات أهمية تجارية كبيرة مثل البحر الأحمر والمتوسط والخليج العربي. عندنا برضه بيتحكم في أهم الممرات زي الممرات البحرية والطرق التجارية. الممرات البحرية دي مثلا زي مضيق هرمز، مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق، قناة السويس. ايه بقى الاسامي اللي انا بقولها دي اللي هي هرمز وباب المندب؟ مضيق هرمز ده اللي هو يعني ايه اصلا مضيق؟ مضيق دي حتة ضيقة اللي معمول عليها بالاحمر هي اللي انا عاملها، هي عبارة عن حتة ضيقة جدا بتفصل ما بينها اي نهر او اي خليج. يعني مثلا انت عايز تروح البحر الاحمر ففي عندنا مضيق باب المندب، فدي حتة صغيرة كده بتعدي منها المضيق عشان توصل اللي عايز توصله للبحر الاحمر. فعندنا هرمز عند خليج عمان كده في ناحية الشرق، بقى هرمز في الشرق. باب المندب هنا في الجنوب تحت كده جنب جيبوتي عند الصومال، يعني الحتة الضيقة دي. يعني مثلا ايه ما يقولي هات مضيق باب المندب، فتشوف الحتة اللي عند الصومال لازم تكون عارف الصومال فين، وتشوف في مضيق بقى اللي هو فين فتختار مضيق باب المندب. طيب مضيق جبل طارق اللي هو فين؟ اللي هو في الغرب اللي هي جنب المغرب. هنا ده مضيق جبل طارق اهو برضو جنب المحيط الأطلنطي. عندها قناة السويس اللي بتشرف عليها مصر طبعا اللي كلنا عارفينها ناحيتها هنا. ده كان عندنا بالنسبة للممرات، خدنا كده أهمية الاقتصادية، عندنا أهمية دينية وحضارية وثقافية. هناخد دلوقتي الأهمية الدينية. هنعمل ايه طيب يعني وهتقول لنا كده؟ انا هقول لك دلوقتي الأهمية الدينية. الأهمية الدينية اللي هي مثلا زي الكعبة، الكعبة مثلا، الأزهر الشريف، كنيسة القيامة في فلسطين، زي الحاجات دي. بس قبل ما ندخل على الأهمية الدينية وكده هنحل كام سؤال مع بعض. بيقولك ايه؟ يقع الوطن العربي وسط قارات العالم القديم. تمتد أراضي الوطن العربي في قارتي آسيا وإفريقيا.
اختر الإجابة الصحيحة. يحيط الوطن العربي غربا المحيط الأطلنطي. يقع البحر المتوسط بالنسبة للوطن العربي جهة الشمال. أكبر الدول العربية من حيث المساحة هي الجزائر. أصغر الدول العربية من حيث المساحة هي البحرين. أصغر. توجد النسبة الأكبر من مساحة الوطن العربي في قارة أفريقيا. أنا بس معلش نسيت أقول كام السؤال دول، بس أدينا أقولهم دلوقتي. وهندخل عن الأهمية الدينية. الأهمية الدينية اللي هي زي ما أنا قلت مكة ومكة مكرمة، الأزهر الشريف، كنيسة القيامة في فلسطين. مكة دي مكرمة في السعودية، الأزهر الشريف في مصر، كنيسة القيامة في فلسطين. وكمان الثلاث ديانات دول نزل عليهم الموقع الوطن العربي نزل عليه وحي من الله ان هما في 3 ديانات نازلين، اللي هي المسيحية والإسلامية واليهودية. فالثلاث ديانات دول نزلوا في الوطن العربي. تمام. فهو لما يقولك بما تفسر نزل موقع العربي متميز ليه، هتقوله لأنها نزلت فيه الديانات الثلاثة السماوية، وتقوله اسم الديانات المسيحية الإسلامية اليهودية. ده كان بالنسبة ل اللي هي الثقافة الدينية، اللي هي الحضارة الدينية، معلش. تمام. عندنا بقى ايه الحضارة الثقافية. ايه الحضارة الثقافية دي؟ اقول لك انا دلوقتي. الحضارة الثقافية دي اللي هي عبارة مثلا عن ثقافة زي حضارة مصر القديمة، حضارة بلاد العراق القديمة، حضارة بلاد الشام. فبيقولك الأهمية الحضارية والثقافية هي قامت على أرض أقدم الحضارات في العالم، زي اللي أنا قلتها دلوقتي، مصر القديمة وحضارة بلاد العراق القديمة، حضارة بلاد الشام. عندنا بما تفسر بيقول أهمية الوطن العربي الحضارية. هنقول لأنها قامت على أرض أقدم الحضارات في العالم، مثل حضارة مصر القديمة، حضارة بلاد العراق القديم، حضارة بلاد الشام. بيقولك شوية معلومات بقى أضف إلى معلوماتك. وجود تراث ثقافي مشترك. ليه بقى؟ لأن هو بسبب اللغة والدين الإسلامي. القيم الاجتماعية مثل إيه؟ مثل الروابط الأسرية والعادات والتقاليد. وبكده نكون خلصنا الدرس الأول في الدراسات الاجتماعية الترم الأول. وأتمنى إن انتوا يكون عجبكم الفيديو، وما تنساش تحط لايك وشير واكسبلور، وباي باي.